نعم يا سيدي أنا أستمع إليك. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الشيخ كنت أنا متزوج وطلقت عندي قريب 4 سنين. إيه. وهذا الناس والدين المرأة والمرأة بروحها شيطنوا عليا الذراري. عندي 2 كبارات عندها 18 و 17 سنة، يعني في 4 سنين قريب ما شفتهمش. منعوك من رؤية أولادك. هو والله هذا من الكبائر، هذا من قطيعة الرحم. كمل سؤالك يا سيدي. وزادوا حتى في الزوج عندي 4 ذراري، زادوا عندي 3 بنات وطفل. حتى في زوج توالى اللي نشوفهم خطرة في 15 يوم زادوا مشيطنينهم عليا. وقول ساكن عند لي جندارم بريسك كل 15 يوم راني عند لي جندار. انت يا اولادك الاولين زوج ومن بعد زادوا عندك 4 واحد اخرين؟ لا انتو عندي 4 معاها. في 4 ممنوع عليك تشوفهم. زوج توالى نشوفهم خطرة في 15 يوم. والله هذا لا يجوز، هذا قانون ظالم يا سيدي. اسمعني جيدا، من أين أنت؟ من فرنسا الشيخ. أنت تسألني الآن من فرنسا، وأولادك في فرنسا ولا في الجزائر؟ في فرنسا. وهذه الزوجة تاعك مسلمة ولا غير مسلمة؟ مسلمة، نقولوا مسلمة ومش مسلمة. لكن الأصل فيها أنها مسلمة، يعني هكذا. الأصل جزائري. لا يجوز أن يمنع الرجل من أن يرى أولاده. ما كاش في الشريعة هذيك تاع تشوف ولادك كل 15 يوم، ما كاش. الرجل يشوف ولاده كلما أراد. أن يحب نشوف ولادي نروح نشوف ولادي، ما كاش من هذه تاع كل 15 يوم. فهمتني؟ إذا كانت هذه المرأة تسمعنا عليها أن تتقي الله، مهما كان هذا الرجل وقع الطلاق بينك وبينه، ولكن ما وقعش الطلاق بينه وبين أولاده. لا يضار والد بولده، أو القرآن يقول هكذا: لا يضار والد بولده، يعني لا يجوز أن نضر الوالد بولده. واش راك تروح دير عند الجدرمية نتايا؟ باسكو لافوكا يقول لي كي ما يعطوهم لكش اوبليجي لازم نروح نبوزي بلانت. ومن بعد راك اشتكيت، واش يديروا لك الدرك الوطني؟ ما يديروا لي والو، يعيطوا لها كامامي يكلموها شويه ما يديروا والو. ومن بعد هما عيطوا لها، واش صرا؟ ما يصرا والو. شفت كيفاه؟ هم لا يستطيعون أو لا يريدون أن يجبروها على أن ترى أولادك. لذلك احنا نخاطبوها هي، نخاطبوا باباها ماليها، نخاطبوا أولادك إذا راهم يسمعونا، وما نقبلوا حتى حكاية. دوك يحكي يقول لك هو دار ودار، يا وما تفهمش مع مرته، أما أولاده ولاده. وأنت لا تبقى بلا زوجة، تزوج. راني نقول الشيخ كل ما نهضر نعاود ندور في رايي. لا يا سيدي، 4 سنوات بلا زوجة كثير. روح تزوج، حوس على امرأة صالحة تقية، وراك جربت وراك عرفت. إذا كان الطلاق بسببك أصلح نفسك، وإذا كان الطلاق بسببها تصلح نفسها وأنت تزوج. لا تبقى بلا زوجة، ما مش قاع النساء كيف وراك في بلاد الغربة، يعني لا بد لك من زوجة. نعم سيدي. والشيخ في هذه السمانة هذه كانوا عندي ذراري ديجا بالسبت. السبت اللوطو مطلية بحاجة مانيش عارف شاهي كاع. دعك من هذا، اللوطو مطلية كاش واحد جاس قاسك، ولا ما تروحش بعيد تبقى تخمم باللي دارك سحروك ولا. انا في وسط الطوموبيلات منه من شفت الطوموبيلات الاخرين ما فيهم والو. خلاص هذه الطلاق، وكيما شفت ولادك وليت راك توسوس. لو كان راك مليح مع مرتك ولو تصيبها مسبغه كاع ما يجيك والو في راسك. روح تزوج باش ترقلي دماغك الاول، تزوج. شكرا. بارك الله فيك الشيخ. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. لا يجوز منع الرجل من ان يرى اولاده، لأن الطلاق وقع بين الرجل وبين امرأته، ما وقعش بين الرجل وأولاده. الآن يعني يمنعوه من أن يرى أولاده، ياو يكبر أولاده ويحوسوا عليه ويولوا ملاح معاه ويولوا زعفانين عليكم اللي منعتوهم، ويبقى غير التاريخ الأسود. ما كاش كيما من الآن يتعرفوا على باباهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يجي رجل يجي من أضرار يجي العاصمة، هو مطلق المرأة باش يشوف ولاده، يطلع طيارة يبات في الفندق، ومن بعد كي يجي يقولوا له
اما راقدين، راهم يماهم داتهم للحمام، راهم راحوا يزوروا خالتهم. كيف يصنع هذا الرجل؟ يعاود يولي آلاف الكيلومترات. ولذلك لازم تنحيو من قانون الأسرة هذيك تاع عنده حق يوم الخميس، هذه ماشي عندنا، هذه جبتوها على النصارى. فالإسلام يرى أولاده كما حب، عنده وقت بالسبت يروح يشوف أولاده، عنده وقت بالحد يروح يشوف أولاده، عنده وقت بالجمعة، الوقت اللي حاب يروح يزور أولاده. واحد راهو مسافر يوم الاثنين ماذا به يشوف ولاده، علاه يقول لا لازم حتى نهار الخميس عندك من 9 ل 3؟ علاه من 9 ل 3؟ انا في مستشفى ممنوع الزياره فوق 3، من 9 ل 3 على حديقه حيوانات نحلوها على 9 نغلقوها على 4، هذا حيزور حيوانات. ياو هذو اولاده لا احد يمنعه. ماذا بينا البرلمان الجديد اللي راح ينتخب ان شاء الله، ماذا بينا ينحيو هذه المادة ويخليه مادة مطلقة، لازم يشوف ولاده يروح يشوف ولاده. هذا ما كان.